رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريش. هنتكلم في حاجة مهمة جدا عن ماتش النهاردة. والنقطة التانية اللي كان ده قبل موجز الأنباء في الأربع دقايق اللي جايين هنتكلم على الإخراج التلفزيوني اللي خد كلام كتير جدا الفترة اللي فاتت. النهارده مباراة بيديرها جان جاكندالا، ده حكم كونغولي. مدينته هي مدينة لومومباشي اللي هي المعقل الرسمي لفريق مازيمبي الكونغولي. حكم من النخبة الأفريقية، راح كأس عالم 2022 ومرشح بقوة لكأس العالم 2026. النهارده بالنسبه له ماتش مهم، ماتش في طريق وصول لكاس العالم 2026. النهارده بيلعب لاسمه، بيلعب لاسم بلده، وبالتالي النهارده اتوقع من جان جاكندالا هيعمل مباراه كبيره هيتحدى فيها نفسه ويمهد الطريق لنفسه عشان الوصول لكاس العالم 2026. ماتش كبير، الاهلي والترجي التونسي. التوقع ان الاستاد النهارده فل زي ما كان يوم ماتش الزمالك، الاستاد مليان على الاخر لجمهور الزمالك. النهارده الاستاد هيبقى مليان على الاخر لجمهور الاهلي. ومصر زي ما كانت كلها يوم ماتش الزمالك مع الزمالك، النهارده مصر كلها مع الاهلي، ممثل الكره المصريه. الاخراج اللي هنتكلم قبل الاخراج هكلمكم على الحكم الفار اللي هو موجود معاه. يعني لحلو بن برام كان المفروض موجود في طقم مصطفى غربال، لكن الاتحاد الافريقي او لجنه حكام الاتحاد الافريقي حبت تتقل الطقم اللي موجود في النهائي مع جان جاكندالا، فجابت له الحكم الفار رقم 2 في افريقيا بعد محمود عاشور، لحلو بن براهم، واللي مرشح بقوه لكاس العالم 2026 كحكم فار. لحلو سوابقه او ماتشاته السابقه كلها نجاح وكلها لقطات تحكيميه ناجحه. النهارده اي خطا هيبقى واضح لجان جاكندالا، هتلاقي لحلو بن براهم موجود وبقوه عشان يصحح اي خطا عشان نخرج من المباراه بدون اخطاء تحكيميه مؤثره. اتوقع وجود الثنائي ده جان جاكندالا في الملعب ولحلو بن براهم الجزائري على تقنيه الفي ار، اتوقع ان شاء الله نخرج بدون اخطاء تحكيميه جسيمه او مؤثره. يعني ما توقعش ان يحصل مشكله كبيره او خطا كبير في ماتش كبير زي ماتش النهارده. الاخراج التلفزيوني وكلام كتير عن الاخراج التلفزيوني وماتش الزمالك. يمكن اللقطه التحكيميه اللي جت في ماتش الزمالك واللي الناس اتكلمت عليها كتير، هي كان جايبها في تحليل ماتش الزمالك. اللي عمل لها هاله والكلام عليها عدم اعاده اللقطه نفسها. الفار بيتراجع له عنده لقطه واثنين وثلاثه واربعه، وبالتالي اللقطه تم مراجعتها من حكم الفار بمنتهى الدقه. وبالتالي حكم الفار اتفق مع حكم المباراه اللي كان موجود في مكان ممتاز ان مفيش ركله جزاء لنهضه بركان في اللقطه دي. لكن اللي عمل هاله للموضوع ان المخرج المباراه هو اللي ما عادش اللقطه مره واثنين وثلاثه، وده كان يعني المفروض يحصل بمنتهى الامانه يعني. وعشان كده النهارده مخرج الماتش، النهارده ماتش الاهلي، النهارده مخرج بلجيكي. ده تصرف من الاتحاد الافريقي عشان رد فعل طبيعي للماتش اللي فات، والقلق اللي حصل والكلام الكتير اللي حصل على لقطه تحكيميه. يعني الشك كان عندي كتير كبير ركله جزاء او مش ركله جزاء، لان من لقطه واحده لا يمكن تقول انها ركله جزاء ولا يمكن تجزم انها مش ركله جزاء. لكن انا متاكد ان حكم الفار شاف لقطه واثنين وثلاثه واربعه غير اللي احنا شفناه، وحكم الساحه قدر انها مش ركله جزاء وكان موجود في مكان ممتاز. فباكد ان اللقطه التحكيميه اللي عمل لها الهاله كلها هي انها لم تعاد الا يعني ما جاتش الا مره واحده بس. وده كان مشكله في الاخراج عندنا. لكن الاخراج ما بيتدخلش في الفار باي حال من الاحوال، عشان بس الجمهور يبقى فاهم. الفار ما بيتدخلش في قصدي الاخراج ملوش دعوه بالفار تماما. ده لقطات تلفزيونيه موجوده في تقنيه الفار، والاخراج لقطات تلفزيونيه تانية بيختار منها للمشاهد. عنده هناك في الفار شاشه واحده للنقل البث المباشر، لكن الاخراج ما فيش تدخل ليه نهائي في تقنيه الفي ار. هو بينقل لنا بس اللقطات، بالعكس ان حكم الفار والاوبريتور اللي معاه احيانا بيدوا لقطه تحكيميه يقول للمخرج طلع دي للجمهور لما يخرجوا اللقطه التحكيميه النهائيه. هم اللي بيقولوا للمخرج مش العكس. وبالتالي لازم نصحح مفهومنا ان الفار مفيش تدخل فيه من الاخراج باي حال من الاحوال. لكن الاخراج الماتش الزمالك هو كان سبب ان النهارده مخرج المباراه مخرج بلجيكي. فاصل صغير ونروح لموجز الانباء.